طبقنا اليوم هو أصابع البطاطا بالجبن. المكونات مثل ما تلاحظون: كيلو بطاطا، وعندي كوب من النشا حوالي 150 غرام، بيضتين، نصف ملعقة كوب فلفل أسود، ملعقة كوب ملح، ملعقة كوب كاري، 250 غرام جبن موزاريلا أو أي جبن أنتو تحبوه. وأيضا أحتاج إلى طحين وفتات الخبز أو البقسماط. بالنسبة للطحين وفتات الخبز ما عندي كمية ثابتة، حسب الحاجة. هسا أني سلقت البطاطا وقشرتها، وهسا راح أهرسها. راح أستخدم هاي الشوكة حتى أهرسها بهاي الطريقة كلها. راح أخلي ملعقة كوب كاري، ملعقة كوب ملح، ونصف ملعقة كوب أو أقل من نصف ملعقة كوب فلفل أسود، لأن أني الكاري اللي دا أستخدمه شوية حاد، فما أريد أكثر بالفلفل الأسود. أستمر بهاي الطريقة إلى أن تنهرس عندي البطاطا كلها. هسا أيضا راح أضيف النشا. طبعا النشا ما راح أضيف الكوب كله، راح أضيف نصف كوب وأعجنها، وإذا أحتاج بعد راح أضيفها. استمر أهرس البطاطا كلها إلى أن تصير عندي مثل العجينة، حتى أبدي أسوي أصابع البطاطا بالجبن. مثل ما تلاحظون صارت عندي مثل العجينة. هسا راح أبدي أشكلها بالشكل اللي أريده. طبعا أبلل إيدي شوية بالزيت أول مرة، وبعدين أخذ عجينة بهاي الطريقة، أسويها على شكل كرة، وبعدين أشكلها بهاي الطريقة حتى أخلي الجبن بداخلها. بعدين أغلقها وأبدي أضغط عليها بهاي الطريقة حتى أحصل شكل الأصابع. هسه راح أسوي واحدة ثانية قدامكم حتى أراويكم الطريقة. نحاول يكون حجم العجينة اللي أخذها متساوي كلها حتى يكون شكلها حلو. طبعا حبيباتي لا تنسون تدعموني وتشتركون بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تخلون لايك، وإذا عندكم أي سؤال أو اقتراح كتبوها كلها بالتعليقات، وأني إن شاء الله راح أجاوبها كلها. أضغط عليها بهاي الطريقة حتى أحصل الشكل اللي أريده، وهو شكل الأصبع. راح أستمر بنفس الطريقة إلى أن أخلص الكمية اللي عندي كلها وأرجع لكم إن شاء الله. هسا أني كملت تشكيل العجينة كلها على شكل أصابع مثل ما تلاحظون. راح أبدي أخليها بالبيض والبقسماط حتى أجهزها للمرحلة التالية، وهي مرحلة القلي. طبعا أبدي أولا أحضر البيض عندي. بسم الله الرحمن الرحيم.
استخدم الشوكة حتى اخفقها بهاي الطريقة. هسه صار عندي البيض مخفوق وجاهز، راح ابدي اخليها بالبيض والبقسماط. اول شي اخليها بالطحين بهاي الطريقة، وبعدين اخليها بالبيض، اقلبها بجميع الاتجاهات، وبعدين اخليها بالبقسماط، ايضا بهاي الطريقة. اخذ اللي بعدها بنفس الطريقة بالطحين، بعدين بالبيض، واخليها بالبقسماط. استمر بنفس الطريقة الى ان اكمل كل الكمية اللي عندي، وراح ارجع لكم بالخطوة الاخيرة وهي قلي اصابع البطاطا بالجبن. طبعا مثل ما تلاحظون اني كملت الكمية كلها، خليتها بالبيض والبقسماط والطحين، وهسه راح نبدي القلي. طبعا انتظر الزيت الى ان يسخن، اني الزيت هنا عندي ساخن، وابدأ اقلي البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. احركها باستمرار حتى لا تحترق عندي. طبعا تلاحظون هي تستوي بسرعة، فاني احركها، ومن اشوفها صارت لونها ذهبي اشيلها بهذا الشكل. راح اقلي الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة، وارجع لكم حتى اراويكم الشكل النهائي بطبق التقديم. هذا هو حبيباتي الشكل النهائي لأصابع البطاطا بالجبن. طبعا ريحتها كلش طيبة وشكلها شهي وطعمها رائع، أرجو أن تجربوها. وصفة سهلة ولذيذة، أرجو أن يكون طبق اليوم نال إعجابكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وألف عافية.